أم كلثوم هي السيدة فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي، وتعرف أيضا بعدة ألقاب، منها سومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيصارة الشرق، فنانة الشعب. أم كلثوم ولدت في محافظة الدقهلية في 31 ديسمبر 1898، ورسميا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908، وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975. وتعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي. بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، واشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي. وبالرغم من الحالة المادية الصعبة للأسرة، إلا أن والديها قام بإلحاقها بكتاب القرية لتتعلم، وتعلمت الغناء من والدها في سن صغيرة، فبرزت موهبتها المميزة، وعلمها أيضا تلاوة القرآن، وذكرت بنفسها إنها حفظته عن ظهر قلب. وكانت أم كلثوم نشرت في مجلة آخر ساعة مقالة تحت عنوان قصتي الحقيقية، وقالت فيها أسرار في بداية حياتها الفنية وهي طفلة. وقبل ما نتعرف على إيه هي القصة الحقيقية، يشرفني اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونكمل حبايب. وقالت أم كلثوم في المقالة دي إنها بدأت تغني وعمرها 8 سنين، وده كان عند مأذون قريتنا مطاي. قالت وغنيت يومها ودعتني بنار الوجد طول الظهر. قالت وما خدتش ولا مليم، بس كان شرف ليها إن هي يعني غنت عند المأذون، وسمعوها أهل القرية اللي كانوا مدعوين عند المأذون، وقالوا إن صوتها جميل. وفي اليوم التالي دعوها الفرح غفير نظامي في عزبة الحوال. قالت يعني العزبة دي قريبة من قريتنا. قالت وغنيت هناك لحد الصبح، وفي الليلة دي خدت أول أجر ليها في حياتها، وكان 10 ساغ. بس ده ما كانش نصيبها يعني ليها، هي كان متقاسم مع أخوها خالد ووالدها. وقالت بدأت القرية تردد اسمي بعد 5 أيام. أقام الحاج يوسف تاجر الغلال بالسنبلاوين ليلة ودعاها لإحيائها. وقالت وغنيت في الليلة دي حسبي الله من جميع الأعادي، وعليه توكلي واعتمادي. قالت وفضلت أغني من الساعة 9 لحد الساعة 2 الصبح بغير انقطاع. وقالت قد ايه كنا فرحانين لما صاحب الفرح دس ايده في جيبه واداني اجر الضخم، وكان في الوقت ده 25 قرش، واعتبرنا نفسنا بهذا المبلغ من الاغنياء. وقالت بعد كده فكر حسن افندي حلمي التاجر بمحطة ابو الشقوق في اقامة ليلة يكون فيها الدخول بأجر، وكان أجر الدخول 5 ساغ في الدرجة الأولى، و3 ساغ في الدرجة التانية، وببلاش في الدرجة التالتة، يعني اللي بيقفوا يتفرجوا من ورا الخيمة. ونجحت الليلة نجاح ما يخطرش على بال حد، وحضر متفرجين من القرى المجاورة، وكان من بين هؤلاء بعض أهالي المنصورة اللي أقبلوا علي وبيهنئوني. وقالت معرفتش بطعم النجاح إلا لما اداني صاحب الليلة 1.5 جنيه، ونظرنا إلى الجنيه في دهشة، فقد كان أول جنيه أراه في حياتي. ودعاها عبد المطلب أفندي الموظف بدايرة المرحوم الشناوي باشا في الأسبوع التالي ببندر المنصورة بأجر قدره 1.5 جنيه في الليلة، بما في ذلك مصاريف الانتقالات. وقالت بدأت أشعر أني انتقلت من مطربة محلية لمطربة عالمية، وذلك أني دعيت بعد ذلك للغناء في مركز أجا. وجدت نفسي أنتقل من مديرية الدقهلية إلى مديرية الشرقية، فغنيت في كفر صقر. وفي عام 1915 كنت أركب حمارا يسير أبي وأخي على أقدامهم. وفي عام 1916 زاد إيرادنا، فكنا بنركب نحن ال3 حمير.
وقالت من الطريف إن أهل الفرح كانوا بيحضروا لينا الحمير عشان نروح بيها الفرح، وبعد انتهاء الفرح كانوا بيسيبونا نرجع لبيتنا مشيا على الأقدام. وحتى عام 1919 كنت أركب الدرجة الثالثة في قطار السكة الحديد، وارتفع أجري بارتفاع القطن فوصل ل8 جنيه ثم قفز إلى 10 جنيه. قالت كنا بنجلس في الدرجة التانية وأغني للكمساري، وفي مقابل هذا بيسمح ببقائنا في الدرجة الثانية بتذاكر الدرجة التالتة، وكنت بغني للكمساري طوال الطريق ولا أقف إلا في المحطات. وقالت لما كانت بتغني في المحلة الكبرى اتعرفت على الشيخ أبو العلا محمد لأول مرة، ومنذ ذلك الوقت وأصبح أستاذ، ومنذ الليلة دي اتغير مجرى حياتها وسافرت مع الشيخ أبو العلا لمصر وتتلمذت على يده. وكان أول شيء فكرت فيه والدها بعد ما تحسنت حالتهم المالية. فوالدها سمع أن البيض بيحسن الصوت، فكان بيجعلها تاكل يعني 5 بيضات كل يوم، وظهر أن البيض الكتير بيتلف المرارة، ونتج عن هذا أن الأطباء قاموا بمنعها من أكل البيض. وفي كتير من الأحيان كانت بتشعر أن من أعظم أماني حياتها إن هي تاكل بيضة واحدة. وكانت جنازة كوكب الشرق شيعت من مسجد عمر مكرم، وكانت جنازة مهيبة وتعد من أكبر الجنازات في العالم. وصل عدد المشيعين بين 2 ل4 مليون شخص ليودع العالم سيدة الغناء العربي وسط حزن وبكاء ودموع الملايين من محبيها وعاشقيها. ودفنت السيدة أم كلثوم بمقابر الإمام الشافعي بالبساتين، مبنى ضخم مزخرف يحمل لوحة كبيرة تحمل اسم السيدة أم كلثوم وتاريخ وفاتها مكتوب عليه لبت نداء ربها في 22 محرم 1395 هجري الموافق 3 فبراير 1975 ميلادي. وبداخل القبر وبالتحديد على المكان المدفونة فيه كوكب الشرق يوضع مصحف والزهور، فضلا عن تجهيز القبر من الداخل بمصاحف وإضاءة ومقاعد وأنتريه، وكأنه يتزين لاستقبال محبي وعشاق كوكب الشرق في ذكراها. وكانت أم كلثوم طلبت بناء المقبرة عام 1948 لتدفن فيها بجوار والدتها، وكانت قالت لحارس المقبرة بعد ما أدفن تقفل علينا وما تفتحش الباب ده أبدا. ولكن تم دفن أخوها خالد بعد وفاتها هي. أخوها خالد دفن 1953. ربنا يرحمها ويرحم الجميع. شكرا حبايبي حسن الاستماع، مع ألف سلامة.